طالما بتلعب ببجي او بتمسك موبايل في العموم، فانا ما انصحكش انك تفوت الفيديو. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. كم واحد فينا لما بيتعصب جامد او غيره او بيتضغط في الدنيا يطلع منه الكلمه الجميله دي: يا رب اموت وارتاح، او يا رب خدني، او من جواه بيتمنى الموت، وعقلك جايب وقتها ان الموت ده كانه خلاص، يعني ده الفينش، ده الجي جي، مفيش بعدها حاجه، الالم بتاعك هيقف. يعني لو انت عايش بالعقليه دي فانت مش هقولك في مصيبه، انت فعلا في حاله حرجه. سؤال بسيط بس: انت مسلم؟ طب عارف يعني ايه مسلم؟ طب ايه اركان الاسلام؟ طب انت بتصلي؟ اصل يا رب اموت وارتاح دي تطلع من واحد ما بيصليش، او واحد المفروض ان هو بيصلي لكن هو ما اتحداك يكون هو عارف هو بيقول وهو بيصلي، هو بيأدي حركات بس، لان ده قول من لا يؤمن بالله واليوم الاخر اصلا، اللي هو حد التلفزيون والسوشيال بوظوه. لان انت كمسلم انت عارف ان اول ما هتموت بدأ حسابك. ولو انت المسلم اللي باذن الله يعني هينعم بعد الموت، استحاله تطلع منك كلمه زي دي او تيجي في خيالك. دي ما بتجيش غير للمقصرين بس، يعني اللي ضايعين دنيا واخره بس، اللي هو بيطلق عليه مسلم لكن هو اتحدى ان كان مدرك لصفه واحده حتى من صفات الله. اللي بيكلمك كان جه عليه فترات كان كده وكان بالعقليه دي، لكن حاليا جاي اتكلم مع اخويا. يعني انا الحمد لله ولا انا بجناحات ولا نزلت على العصر، انا تحت الضايع ولكن بنفوق بعض. ايوه يا عم، يعني انا عملت ايه يعني عشان يعني بعد الحياه دي كمان لما هموت هتعذب؟ انت بتلعب ببجي صح؟ دي ابسط حاجه. اسمع معايا كده الايه دي: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. عن كم الرعب اللي في الآية. عارف يعني ايه يتخذ لهو الحديث ليضل عن سبيل الله؟ يعني اي حاجة بتلهيك عن طاعة ربنا. يعني حط عندك افلام، اغاني، مسلسلات، كل حاجة، يعني بابجي، العاب، رياضات، كورة، ده امتى؟ ده لو لهتك عن طريق ربنا. يعني انت ما بتزيدش مثلا في الدين بالتدريج، لا ده انت بتقل، لا ده انت بتخيب، ده ولا في ورد قرآن، وكمان ممكن لا قدر الله تفوت الصلاة عشان تلعب عادي. طيب اللي بيعمل كده بقى ليه ايه؟ لا يا عم، ما ده دوب يعني عذاب مهين. تعرف ان اشد درجات العذاب هي العذاب المهين؟ يعني مش تعذيب وبس، تعذيب واهانه واذلال. يا ارحم الراحمين يا رب. فلما تلاقي نفسك غير موفق وحظك فعلا وحش، لما تلاقي نفسك حياتك فقر، اللي هو انا بيحصل معايا كده ليه؟ لان دي كلها انذارات من ربنا ليك، انت رايح في داهيه، انت ليك اشد درجات العذاب. فعدم التوفيق والخبطات اللي بتجيلك المفروض تخليك تقعد مع نفسك، تسأل نفسك سؤال: انا بيحصل معايا كده ليه؟ بس اللي بيحصل ده بقدر. هو مش انت يا ابني مسلم وموحد؟ مفيش حاجه بتحصل، بص يعني رفعك لكوبايه الميه وتحطها مكانها تاني، بق الميه اللي داخل كام قطره في بقك بقدر. فاشمعنى انت يعني حظك عامل ليه كده؟ فلازم تقعد بقى تعرف بتدور هو ايه الغلط اللي انا بعمله. هل انت كنت بتعمل كده اول ما الحياه بقى تقف ضدك؟ يعني تفهم، ما هو انا في رب للكون والتوفيق ده بقدر، انا غير موفق ليه؟ ايه اللي عامل فيك كده يا دراعي؟ وتبقى مصيبه لو انت من الموفقين وانت على غلط. هو انت مالكش اي قيمه عند ربنا كده خالص خالص. اصل في اللي موصل لليسرى اللي هو للجنه ان شاء الله، وفي اللي موصل للعسرى للنار. يعني في اللي كمل يا حبيبي، وكل ما يغلط اكتر كل ما ربنا يزيده اكتر، لان ده رايح في داهيه دنيا واخره كده كده. يعني مش حاجه تطمنك يعني لما تبقى على غلط وتلاقي نفسك متوفق، لا ده انت شفت البقره لما تعلفها كده علف حلو كده، عارف النتيجه في الاخر بعد ما تعلفها العلف حلوه دي ايه كده؟ يعني ده انا كلمتك في بس يعني لهو الحديث، اللي هو اي حاجه اللي كلنا بنعمله يعني في الزمن ده، السوشيال ميديا الف ب. انا ما كلمتكش لسه بقى في حدود الله. يعني ما هقول لك، يعني انا كصاحب ليا حدود، لو حد تخطاها بفلقه اتنين باذن الله فضل. حدود ربنا بقى ايه؟ المحرمات. فعشان كده انت تبقى ظلمت نفسك لما تعمل حاجه حرام، وده اشد انواع الظلم، لان انت يعني لما انت حطيت نفسك في مصيبه قدام ربنا، انت فاهم انت رايح فين؟ يعني انت ينفع تروح تضايق الاسد؟ ما ينفعش، وده مخلوق قد كده، يعني لانه هيفرتكك خالص. ده انا لسه بقى ما كلمتكش في الغيبه مثلا، ده احنا اقل حاجه بنعملها الواد ده الواد منوره بنور. ولا كلمتك في كلمه بس مثلا زي انك تكسف محصنات بلد كامله مثلا، دقيقه واحده مثلا، ده شعب ابن منوره بنورك، ربنا ما يحطني مكانك. انت متخيل ان الشعب اللي انت كسفت له المحصنات دول كلهم ايه يعني؟ دول هيبقوا موجودين يوم القيامه واحد واحد. ويا ريتك انت عامل الخير اللي يعني، ده انت لو عامل يعني الارض مال الارض بخيرك هياخدوا ده كل الحسنات دي، ما بالك بقى انت ما فيش هتعمل هيدوك من ذنوب يعني. يا ارحم الراحمين. اصل تبقى مصيبه لو انت بتتعامل مع نفسك بعقليه الضحيه، اللي هو اللي بيحصل معاك كده ليه وانا متدمر ليه واشمعنى حظي كده واشمعنى أنا اللي لا، ما هقول لك على حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم: وما اصاب من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. اي خبطه، اي حاجه مضايقاك
بما كسبت ايديك. وايه ده؟ مش اللي انت تستحقه بس، ده اللي انت تستحقه بعد ما ربنا لطف، ولطف الله غريب يعني. بعد ما ربنا يعني ايه، بيقولوا دسك بفضله يعني. لكن لو بما تستحق بس يعني، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دبه. كلنا هنروح في ده. اصل انت ناسي مثلا ان بسم الله الرحمن الرحيم وانت بتستبح الصبح اديتها واحده ايه الفطار او عليه صوتك، يعني انك بس تبقى في ظهر ابوك وامك. يعني ابوك طلب الحاجه وانت في اوضه تانية قلت اوف كده مثلا، وربنا شافك كده، دي من الكبائر. من الكبائر زي يعني زنا وقتل، دي كبيره وحسابها عسير. مش ان انت بقى تفتح لنا زمارتك. طب دي نتيجتها ايه؟ ولا تبقى مصيبه كمان، يعني صوتك عالي عليهم. انت مش متخيل يعني انت حطيت نفسك فين. بقول لك كبائر. طب التنمر اللي انت عامله في صاحبك، او مفرتك الولا نفسيا عشان هو مثلا اضعف منك في حاجه او غيره، ده كله مكتوب يا حبيبي، مكتوب يعني، مكتوب هيتحاسب عليه. يا عم هنروح بيت ليه يعني؟ والذين هم عن صلاتهم سهوا. ده اللي بس الاذان اذن كده والصلاه اذنت وبيجي بيلحقها بعدها يا عم بربع ساعه، بيصلي بعدها بربع ساعه يعني خلاص. إيه ده يعني؟ اليوم وادي في جهنم مش وادي ويل ليه؟ عشان هو بيأخر الصلاه. طب انت ما بتصليش، انت مش مسلم اصلا. يا نهار اسود. لا تغسل ولا تكفن وما تدفنش دفن المسلمين، يعني حاجه ما يعلم بها الا ربنا. وانت سايب نفسك جاهل خالص، ما تعرفش حاجه بالدين. يعني عادي جدا يطلع لك فيديو تيك توك دلوقتي واحد غيري يديك معلومتين مش يسوحك، يعني يوديك في ده دنيا واخره. واحنا في زمن مسلط علينا فيه، مش هقول لك الائمه المضلين، لا الائمه الاحبه يعني مش عايز اقول لفظ. وربنا لو بتصلي الخمس فروض هتشوفه عينك هتقرا سبحان الله بالفراسه كده من عند الله. ده قرد عينك مش معتنيه يبقى امام، الا ما رحم الله طبعا. يعني الشيخ امجد سمير، الشيخ سامي المصطفى، حد يعرف يتكلم، الله اكبر. وفي غيرهم، لكن الاغلبيه فعلا هيديك المعلومه اللي هي الخد يلا المعلومه دي وباذن الله في النار دنيا واخره ان شاء الله دمرها. ايوه هنعمل ايه يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم الف ب كده. انت تبص لنفسك، انت لعبك لبابجي او لاي لعبه في العموم او لاي حاجه بتعملها، انت ايه مع ربنا؟ انت حالك مع ربنا في زياده ولا في نقصان؟ ولا انت ربنا مش في حياتك اصلا؟ لان زي ما قلت لك لو وصلت انك تقول يا رب اموت وارتاح، راجع لي بقى ايمانك، اسلامك، يعني كل حاجه. المعتقد لو في دماغك انك هتموت من هنا فينش، والله انت ما فيش، ما تعرفش يعني رب، ما تعرفش يعني ايه حساب، يعني ايه هو انت ما تعرفش ان بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس ما يقول آمنا وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. انت عادي جدا ده بتقول ان انت مؤمن واشهد ان لا اله الا واشهد ان محمدا رسول الله. يا عم ده انا على عيني بتقابلني في التيك توك والله واحده ربنا ما يكتبها علينا يعني فوق ال50 وبرضه مصممه، عارف اللي هو يعني اتعودت على طريقه معينه تكسب بيها رزقها، مش عارف اوصف. ووقت الاذان احس ان الدمعه هتنزل من عينيها، شايف سامعين الاذان وهي اصلا اقول ايه قاعده مطلعه، مش عارف اتكلم. يا عم الجديده بس هو انت وانت بتقلب في الفيديو هو اللي بيظهر لك اغاني، فيديوهات العاب، اللقطه مش احسن حاجه وممكن تشدك لموقع مش احسن حاجه لوقت معين مع السهل الله كله ورا بعض، يعني الاغنيه كل حاجه يعني في الفيديو مع بترضي نفسك بفيديوهين القران اللي طلعوا لك وعملت لهم ريبوست. الله لا ده انت تخش الجنه بقى، تخش الجنه ان شاء الله. انا مش جاي اتفرحس عليك، انا بقول لك الحال من بعضه، بس نجاهد نفسنا عشان ان شاء الله يعني يبقى في احتمال لجنه في الموضوع وباذن الله ما يبقاش فيها نار. اسعى، قوم ولو بخطوه، مش هفوت صلاه تاني. يا رب غيثني مش انا مش حمل النار، قدرني يا رب ما افوتش فرض، وقدرني يا رب ازيد في طريقك، وقدرني يا رب بقى بدعو الى الله. يا عم انا طايق هو انا بدعو الى الله وانا انت مش شايف الاسلحه طب اللي انا ماسكها؟ الفلوس دي مش هتحاسب عليها يعني، ولكن بس بنوزن ما بين اتنين، يعني ان احنا طمعانين في رحمه ربنا وفي مغفرته مع الخوف من رب العالمين. يعني الاتنين لازم تبقى الكفه كده يعني يمين وشمال، مش حاجه بس ولا حب بس من غير خوف، ولا خوف من غير حب. بنوازن، ولا خوف اقصد من غير رجاء وحب، لا يبقى رجاء وحب وفي الكفه التانية خوف وخشيه من الله برضه. واوعى ثم اوعى تبرر لنفسك ذنب. اي حاجه انت بتعملها الفطره وقلبك بيقول لك الحاجه دي حرام، انت عارف انها حرام ومكسور لكونها حرام يعني بتستنجد بالله ينجيك من الحاجه الحرام دي وبتحاول تجاهد نفسك فيها وتتوب عنها باستمرار. يعني مش واخد بالك ان ربنا ان الله يحب الاوابين؟ الاواب ده يعني كثير الرجوع الى الله، وبما انه كثير الرجوع يبقى بيذهب يعني بيعصي بيغلط، ولكن وقت بيرجع ويتوب. وركز في حاجه مهمه قوي، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان متربص لك ومحضر جنده والشهوات، محضر كل حاجه،
فده ما ينفعش تطلع من الحصن اللي هو علاقتك بالله والحلال والحرام وقيام الليل بقى، الدروع والخوذ والاسلحه. ان انت لو طلعت من الحصن اللي هو علاقتك بالله، الشيطان هيفرتكك دنيا واخره. ما تبص للغرب يا حبيبي اللي بقى كلب، وكلهم الا من رحم الله داخلين في سكه، مش عايز اقول اوصف يعني، مش حتى مع ان قدامهم الحاجات اللي احنا مثلا ممكن تبقى عايز تعمل لو هي مش حرام، لا هي قدامهم الحاجات دي، ودخلوا في سكك تانية خالص، واحد وواحده وايه القرف ده، ودخلوا على الاطفال وحاجه ما يعلم بقى ربنا. ما الشيطان يا ابني، الشيطان رابطهم كده وماشي بيهم. لو اول ما شافوا من لا احتنكن ذريته الا قليل، هو عارف انه هيركبهم لما هو فاحتنكهم زي تركب له اللجام كده زي الخيل وتركبه، هو فعلا ركبه. وانت لو من غير ربنا هيركبك عادي، مش مشاكل. لو مش عايز تتص يعني دنيا واخره ان شاء الله، لازم تفوق، خد خطوه حتى وربنا هيساعدك يعني. ازاي يا عم؟ انوي النهارده مثلا والله لا قايم مصلي دلوقتي، والله العظيم لا قايم الليل دلوقتي، واستغيث بالله يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. مش عارف اعمل ايه، انا ضايع، الفتن صعبه، وانا مش حمل عذابك، انا مش حمل انك تشيل عني فضلك. اصل لو تشيل جزء من فضله، العربيه اللي بوصلك الدرس مش هتوصلك الدرس، الاهوج اللي كان وراك على الطريق اللي ربنا قدر انه يبعد عنك عشان ما يتصكش من على الارض خالص، لا عادي هيتص فيك، والله اعلم بقى ده لسه هتحاسب في الاخر يعني. مش بس مثلا هتضيع في الدنيا والاخره بقى انت مفيش اخره، لا ده لسه بقى تيجي انت كنت عامل ايه يا حبيبي، فاهم؟ فاحنا يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. احنا اللي محتاجين ربنا، والله انت محتاج انه ما يشيل لطفه من عليك، والله انت محتاج انه يخلي الاجهزه اللي في جسمك ما شاء الله شغاله بكفاءتها، لان انت ما تعلمش عادي بكره خالص ريقك الجميل ده هو اللي انت بتاكل بيه ومتنعم وبتقدر تتكلم عادي، ممكن هو ربنا يشاء ما فيش يعني، من غير حتى ما ربنا يرد لك الضغط، هو كده يا عم جسمك مش جاي معاه يا عم، خلل في وظيفه العضو، هتعمل ايه؟ طب ليه؟ طب ما من الاول ليه؟ ما هو اللي ماشينا كل حاجه مين؟ ما هو ربنا. هو مش مشكلتك ان انت مش حمل العقاب، هو انت مش حمل انه ينزع اللطف بس، او ربنا فاهم يتخلى عنك يرميك للدنيا كده، سلام عليكم انت رحت في ده. الانسان ضعيف، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ولو سمحت لو خايف على نفسك او نفسك فارقه معاك، ما ترميهاش في النار. انت لو سبتها عادي تاني، اصل انت جاي الدنيا هنا تشتري نفسك من ربنا، لو انت ما تعرفش انت عبد ولا تسوى اي حاجه. لو عايز فيديو اعمله لك في الموضوع ده كمان افهمك، عبد ما تملكش اي حاجه، مش انت يعني ربنا اللي جابك اصلا الدنيا في عمليه فرز او اختبار لمعدنك ايه. فلو ما انتش نافع هتترمي في النار، هي النتيجه النهائيه. لو معدنك مش حلو فلو على ايه بقى؟ ده انا حتى لو حاسس ان انا معدني مش حلو وفي حاجه، يا رب اظبطني، انا مش عايز ابقى ضايع، انا مش عايز ابقى في النار، فاهم؟ سلام ايها الضعيف. وافتكر ان احنا الاتنين والله يعني انا زيك، انا الكلام واقع عليا وعليك، يعني تفتكر بس ان هو انت، لا انا زيك. لعل ربنا ينجينا ويغفر لنا. لو سمحت نقوم ناخد خطوه، ممكن يلا سوا، يلا ان شاء الله النهارده كاملين. طب النهارده لا مش هتفوت فرض، اسعى ولو خطوه.